هلو جايز، اليوم بهذا الفيديو راح نرسم رسمات وراح نجرب الألوان الأكريليك ماركر هذا، وراح أرسم بهذا الدفتر الكيوت من بوتل تيا. واليوم راح يسمونها راح نرتجل اليوم. وشنو اختار من بينترست رسمات، حابة الثيم يكون ألوان جوزية، شوكليت، البني، كلش حابة. راح أسويه، حرسم. أنا رسمت، اختاريت كم وحدة قبل التصوير لأن جت متحمسة وما صورت. هذا سكتش مبدئي تقريبا. رسمت كوكيز، كرواسون، فراولة بالشوكولاتة. وهنا أنا حرسم بعد أعتقد دبدوب أو أي شيء يليق ويا الثيم. ما أعتقد إذا أشوف واضحة، هيك واضحة. وراح نختار من بينترست. هاي بنات، رجعت لكم بعد ما اختاريت حطيتهم بالقائمة اللي عندي. قررت انه ارسم هاي كرواسون وهاي كوكيز، بس مو كلش بالضبط نفسها بالضبط، لان انا حاليا مو رسامة، انا هاوية رسم. شو يعني انا كنت قبل رسامة، تركت الرسم فت سنين، يعني 5 سنين 6 7، وهسه رجعت له. من رجعت له القلم ما أعرف أكبه، لذلك اتدربت على الأساسيات، الخطوط، الأشكال الهندسية. قلت يلا خلي المرة استرجل يقولوا هيك، ما أدري، ما أتذكر. anyway، وألون يعني بدون tutorials تلوين، يعني بس أشوفن الصورة وألون على أساسها. أنا هسه رسمت هذول الرسمات مثل ما رأيتكم الساعة. أوكي. شنو بقى أرسم هنا الكوب مال الكوفي اللي هو هذا، حرسمه. وحرسم هذه إذا شفتوها، هاي كب كيك بس. أوكي، هاي كب كيك. أنا ما راح أضغط على نفسي إنه أسوي الرسمة بيرفكت نفسها، لا، أنا راح أستمتع بالرسم، بس أرسم وشنو يطلع عادي نورمال. أوكي. وبعد شنو هنا القهوة والكب كيك راح نرسمها، ونشوف إذا كفت، إذا أكو مجال نرسم بعد شي. أوكي. حاسة حاخذكم بخطوات الرسم. وهنا أنا بلشت أرسم بالكوب مال الكوفي. كان الهدف من الرسمة إنه من الرسمات كلها إنه أرجع للرسم ويرجع لي الشغف، لأن أنا كنت تاركته من سنين طويلة. يعني من كنت بسادس إعدادي تقريبا تركته، التهيت بالدراسة ولحد هسه. وهنا أنا كملت الكوب، وجاي أقول لكم إنه الكوب مو عدل. أنا من بديت أرسم اتخذت إنه يعني بيني وبين نفسي قلت راح أرجع أرسم، بس ما راح أرجع نفس قبل. إنه من كنت أرسم كنت أتوتر إنه لا أخرب الرسمة، ولازم رسمة تكون بيرفكت ومثالية. هالمرة من رجعت قلت لا، إنه الهدف إنه بس أستمتع بالرسمة وأواصل الرسم. وهنا أنا كنت قبل إنه أرسم بالألوان الزيتية، أرسم بالرصاص. هسه كملت الكب كيك وكملت السكتشات مالت الرسمات. ما أدري إذا راح أحط إياهم وحدة أو لا، ما بعرف. هسه شوف، نبحث بينترست. هسه نبحث عن شي بلون البني، لأن ستيم حبيته كله يكون بلون البني. بالله هذه ممكن نرسم هاي، لأن هاي كلش بسيطة. أوكي، هاي أعتقد إنه فطراية، ما أدري، نشوف. بس سيف ونبلش نرسم هذه. شكلها كيوت وبسيطة صراحة. وهسه كبرنا كل السكتشات، بقى بس اللون بالألوان الأكريليك ماركر، ونختار الدرجات المناسبة. لأن لازم الأساس بهذا الأكريليك ماركر واختيار الألوان وتطبيقها، مو الرسم. أوكي. وهنا أنا بلشت أهبط بالألوان. أول شي قررت، أنا كنت مقررة إنه كم لون آخذه من الصورة، وآخذ درجاته وأطلع درجاته بحيث كاتبتهن بورقة.
حتى أسرع عملية إنه ألقى الدرجات بسرعة، بدل ما إنه أدور رقم رقم. وبالبداية انتو شايفين هاي التدرجات البنفسجي، أنا بما أنه ناسية الألوان وناسية كل شي يخص الألوان، فرجعت باعت على فيديو نظرية الألوان وشلون نطبقها، وعلى أساس إنه أريد أسوي هاي النظرية وأطبقها واكتشف إنه هسه أنا بمرحلة اكتشاف إنه شلون نلون ونطلع درجات حلوة. بس أنا عندي درجات، بس أنا قلت يلا خل أستكشف. أنا بمرحلة تعليم ما راح أخاف إنه أخرب الرسمات. ليش؟ لأن أنا جاي أتعلم. والحلو بهاي الألوان الأكريليك ماركر إنه لما تغلطون تقدرون تصححون غلطكم بكل سهولة، لأن الألوان تقدر تبني طبقة فوق طبقة، وهذا الحلو كلش عجبني بيها. فقررت أبلش بهاي الألوان حتى استرجع شغفي. إنه أنا وبهاي الحالة إنه أبدا ما بوعت أي توتوريالز للتلوين، قلت هل استكشف بوحدي واستمتع بوحدي. فخليت لي فيديو مال سوالف، وقعدت قعدت أسمع له وبلشت ألون، وتقريبا أخذ مني التلوين ساعة ونص. هاي التلوين لأن على كيفي وبراحتي وأختار، وهاي الألوان تحتاج خض، فصراحة كلش التعب الإيد. وأبدا هنا أنا ما خفت إنه أهبط بالألوان، لأن نفس ما قلت لكم تقدرين تصححينها بكل سهولة وبكل حب. صراحة كلش حبيت هاي الألوان. بس هنا أنا ما ضبطت وياي نظرية الألوان بهاي الكرواسونة. فعفت هاي التدرجات البنفسجية ورحت تقريبا الألوان كانت موجودة بالصورة، وصراحة ما طلعت نفس الصورة. وستيل أنا فرحانة بهذا الشي، إنه ما طلعت نفس الصورة بس طلعت حلوة. وانا جاي اراوكم اياها واقولكم انه ما اعرف اذا عجبتني او لا. بصراحة قبل ما عجبتني، بس هسه عجبتني كلش عجبتني. وهنا أنا بلشت بالألوان الفراولاية هنا أنا عندي ضبطت نظرية الألوان، ما أخلي لون غامق فوق الفاتح. وطبقت نظرية الألوان بهاي الفراولة، طلعت كلش حلوة. وتمنيت يضبطونها اللي رسمتهم الباقيين. هنا بلشت بالفطر، والفطر كان سهل. كنت أتنقل بين الرسومات، ما كنت ألونهم بالسرعة لأن حسب الأسهل إلي بنظري. وهنا أنا كملته وراوتكم إياه. ونصيحة بنات شباب اللي تابعني أي واحد، إنه بلشوا بأي رسمة وبلشوا بالرسمات الصغار. أنا جبت لي سكتش بوك الصغيروني من هذا شفتوه، حتى أبلش رسم وحتى أخلص بسرعة، وحتى ما أمل لأن قطع الصوت جاي أسجل. وأنصحكم نفس ما قلت لكم إنه تشترون، إذا كان عندكم آرت بلوك أو من زمان تاركين الرسم تردون ترجعون للرسم، أنصحكم تشترون دفتر صغير وتبلشون برسومات صغيرة. وحتى لو كانت مو بيرفكت ومو مضبوطة ونفس الصورة مو مهم، المهم انتم تستمتعون وانتم جاي ترسمون، حتى يكون عندكم يرجع الشغف لكم. من يرجع الشغف لكم راح ترجعون ترسمون. هسه أنا ورا هذا الفيديو صورته كلش استمتعت وكلش حبيت الرسم، لأن الهدف مو أطلع صورة مضبوطة 100%، لا، الهدف إنه أستمتع بالألوان. ونفس ما قلت لكم استمتعوا، الهدف من الرسم تستمتعون، مو تضغطون نفسكم ولا تحسون إنه ليش رسمي مو عدل، ليش هيك طلع. لا بالعكس، من صراحة إنه صحيح تختلف عن الصور اللي رسمتهن أنا، عن الرسومات اللي رسمتهم، بس still بقن حلوات وبقن يعني أسلوب مختلف. يعني مو نفس، مو كل شي نسخ، مو كل شي كوبي بيست. فأنصحكم تطبقون هاي النصيحة. وهنا اقتربنا من أخلص الرسمة، راح أخلص الكوكيز وانتقل للكوب مال الكوفي. والصراحة لأن كان آخر شي فما اهتميت لو إنه يطلع أبعاده كلش مضبوطة. بنات هنا أنا وأنا جاي أخلص لكم المونتاج مال الفيديو، قررت أوريكم النهاية مال الرسمة. ضفت لها شوية تفاصيل
وأقصد يعني إطار، ومن كثر ما الحماس رسمت رسمة ثانية بدون تصوير، بس أخذتها من توتوريالز شفتها بالإنستغرام. أوكي 1 2 3 لا هاي بالنهاية. أوكي سوري منا أوكي شوفوا هاي ضفت لها هذا الخلفية يقولون ما أدري، بس دائما أشوف صابرين نضيف خلفيات هيك حلوة. قلت لكم الكوب مال كوفي مو عدل، بس أنا حابته حتى لو مو عدل بس حابته، وشفت توتوريالز مال طبيعة بالإنستا وحبيت أقلدها وطبقته، وشوفوا ترارارا كيوت مو كيوت والله كيوت. لهنا وصلنا نهاية الفيديو، مو تنسون ما تشتركون حطوا لايك إيه لأن أنا جديدة على اليوتيوب و see you.